دلوقتي وصيد الكاميرا. صيد الكاميرا لقيتها حاجات بتتعمل غلط من ناس بشكل تلقائي، يعني هما بيعملوا الغلط وهم حاسين ان هم بيعملوا الصح، لدرجه ان انا مره شكيت هو ايه الصح وايه الغلط، يعني مين فينا اللي صح. والله العظيم يا ريس، والله كنت واقف مره في اشاره انا وحد، ولا اقول لكم مش مهم، بلاش نتكلم على الموضوع ده، خلينا نشوف صيد الكاميرا ونشوف الراجل المحترم اللي خالف القانون ما كانش مهم عنده اي حاجه. خلينا نشوف صيد الكاميرا. ينفع؟ حتى الارنب مش عاجبه. شفتوا الراجل مشي ازاي؟ الحكومه عامله قوانين صارمه وعملت اللي عليها. فين مسؤوليه المواطن؟ فين مسؤوليه اللي سايق؟ اقول لكم انا ليه كنت عايز اجيب الفيديو ده بالذات؟ عشان ناس كتير قوي ظالمه بتوع الميكروباص وسواقين التاكسي، واندهشت لما كان ملاكي. وعلى فكره مفيش فرق بين التلاته. القياده ادب واحترام، ومعنى الاحترام انا قلتها لبتاع توك توك. اندهشت لما بتاع ملاكي عملها. والله يا ريس اندهشت. فعشان كده جبت لكم صيد الكاميرا. الملاكي زي الميكروباص، زي سواق التاكس، زي سواق التوك توك. صح يا ريس؟ مش المفروض كله زي بعضه. السلوك هو اللي بيختلف، والسلوك بيدل على شخصية البني آدم. ملهاش علاقة هو راكب ايه ولا لابس ايه على فكرة. هنطلع فاصل. أعزائي المشاهدين، اللي عنده فيديو فيه أي سلوك غلط شافه في الشارع ممكن يبعته لنا على صفحتنا على الفيسبوك بيجامة وشعب وصورة رئيس. هي دي. بعد إذن حضرتك يا ريس هطلع فاصل وارجع اتكلم في حاجة مهمة جدا 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 للشعب. فاصل. هتكمل معايا ولا تطلع انت بقى عشان شكلك تعبت عايز تنام؟ بقول بس يلا بس. اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. طبعا انتوا مستغربين انا ليه حاطط صورة عم مرسي على يميني وليه حاطط صورة ابو علاء على شمالي. هقول لكم، بس نستأذن من الرئيس وهرجع اقول لكم ايه الحكايه بالظبط. الزتونه. بعد اذن حضرتك يا ريس ممكن اشرح للناس الغلابه والغلابه بس، عشان الناس التانيه بتقول ان انا بتفزلك. ممكن اشرح لهم يعني ايه احزاب ويعني ايه دور الاحزاب ويعني ايه الخدمات اللي ممكن ياخدها المواطن بما انه عضو في حزب، او ازاي يتضم الحزب. وعضو مجلس الشعب ده ايه لازمته يا ريس؟ دوره ايه؟ بيفيدني انا كبجامة في ايه؟ المهم الاول اسمحوا لي اروح امسي على ابو علاء. مساء الخير. الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك. ازيك يا ابو علاء؟ ازي حضرتك؟ بعد البراءة وكل اللي حصل دوت على قناة الجزيرة، بس اسكت مش عارف اتكلم مين. على قناة الجزيرة شفت تقرير بيقول ان حضرتك هترفع قضية على البلد تاخد فيها بتطالب فيها ب 100 مليون. انا عارف ان هي اشاعة، والله العظيم عارف ان هي اشاعة يا جماعة، هي اشاعة. هي اكيد اشاعة. اوعى تكون مش اشاعة، اوعى تكون مش اشاعة.
وعم فريد طبعا على راسنا من فوق، ممكن يصدق. قانونيا ممكن يعملها، بس والنبي يا ريس والنبي بلاش يعملها، البلد مش ناقصه. يعني بلاش، ولا تعويض ولا مش تعويض. الا ما قلتلكش اقول لك، مش في جماعه من لا مش جماعه من دوكوما دول انا اروح لهم بعد شويه. مش في ناس من الحزب الوطني الديمقراطي هيخش، عايز يخش، يعني عايز لسه يعني بيخطط ويظبط ويحط خطط ويلعب كده وحاجات عشان يخش مجلس الشعب. هي الناس دي بتلعب ازاي يا ريس؟ ايه بقى؟ ايه؟ اقول لك مين؟ استنى هقول له لسه الارنب قايل لي. هو قول له انت بقى، اقول له انا ليه؟ عن لسان حضرتك. ابو علاء بيقول لك انت اهوج يا هندسه. ايه؟ عن لسان حضرتك برضو؟ وينقصك طول عمرك الحنكه السياسيه. اقول له حاجه تاني؟ بس عم مرسي، تسكت بقى، اسكت. الله، والله ما هجيبك معايا تاني. مؤاخذة يا ريس، هو اللي شبت. عم مرسي، انت ممثل جماعة الاخوان المسلمين. سبحان الله. طب انا هخليك بعوجتك على فكرة. انت ممثل جماعة الاخوان المسلمين يا عم مرسي، ده حتى الارنب مش عاجبه الكلام. طب اسكت. هنا في المناظرة دي هقول لك ليه. جماعة الاخوان المسلمين يا جماعة من منهجها ان هم يعملوا صف تاني. ناس لا انا ولا انت ولا حتى شيم يعرفها. ناس كده بتطلع من تحت لتحت. يعني من حق اي حد محكوم عليه في السجن باي حاجه ان هو يرشح ابن خالته للبرلمان، يرشح ابن عمته، يرشح جوز خالته، او اي حد بيثق فيه. صح ولا مش صح؟